بتخلص الحلقة اللي فاتت عند فتح الله وساندي وهم خارجين من محل الدهب، وبتيجي بنت بتسلم على فتح الله وطريقتها ضايقت ساندي جدا، وبيروحوا على العربية. وساندي كانت قاعدة زعلانة جدا لأن البنت ما كانتش مؤدبة أبدا وما كانش عندها أي حياء. وصلها فتح الله لتحت بيتها ولاحظ إنها قاعدة زعلانة. قال لها انت هتفضلي مجموسة كده كتير؟ ايه مقموصة دي؟ وبعدين عايزني أكون ازاي وأنا شايفة واحدة جاية تسلم عليك بالطريقة دي؟ اديك قلتي هي اللي جاية، يعني انا لا سلمت عليها ولا فكرت حتى. صدقيني يا ساندي انا اتصدمت زيك بالظبط. بس هي قالت لك وحشتني ووحشتني أيامنا مع بعض. ايوه انا مش هنكر، انا كنت اعرفها فعلا وكان في بينا علاقة لفترة قصيرة، بس كل ده قبل ما جابلك ولا حتى اعرفك، فبلاش تحاسبين على اي يوم قبل ما جابلك ولا حتى اعرفك، وبلاش البداية بينا تبقى بالشكل ده. انا ما بحبش الغيرة الزايدة ولا الشك، وحياتك عندي من بعد ما جيت اخطبك وانا بطلت السكة دي خالص، وما بقاش في قلبي واحدة غيرك. انت كلامنجي جوه على فكرة. وفضل يضحك عليها. بتضحك على ايه؟ انت فعلا بياع كلام وبتعرف تضحك عليا. يعني عرفت اضحك عليكي دلوقتي واخليكي تنسي كل حاجة؟ لا انا منسيتش، انا بس هعديها علشان زي ما بتقولك ده كل ده حصل قبل ما نعرف بعض، لكن لو اتكرر تاني. يا ست لو اتكرر تاني اعمل فيا ما بدالك. وابتسم ليها بفرحة قوي لانه عرف يضحك عليها بكلمتين. اما نادر ودينا بيتقابلوا مع بعض، ودينا كانت غضبانة جدا بتبصله باتهام وبتقوله انت كنت متوقع مش كده؟ اخدتنا للمكان ده علشان تشوفها يا نادر صح، ولا علشان توريها انك تخطيتها وخطبت غيرها؟ معقول بعد 3 سنين مع بعض يا دينا جاية تقوليلي كده وما تعرفنيش للدرجة دي؟ طب فهمني ايه اللي يخلينا نروح مكان زي ده، مكان ما يدخلوش غير الطبقة الهاي كلاس؟ لو كمان دفعت كتير قوي عشان ندخل من غير عضوية، وفي الاخر وبالصدفة سبحان الله نلاقيها قدامنا. فهمني ده حصل ازاي؟ ليه بتقللي مننا بالشكل ده؟ هو احنا مش من حقنا نعيش ونتمتع زي الناس دي؟ انا مش بقلل مننا، احنا مش فقراء ولا اغنية. انا مستغرباك والاول مرة اسمع منك الكلام ده. ما احنا كنا كويسين، ايه اللي جابنا هنا؟ انا مش هفضل هنا طول عمري، انا ممكن ابقى حاجة تانية خالص. حاجة تانية؟ عايز تكون زيهم مش كده؟ ماشي يا نادر براحتك، بس انا هرجع بيتي زي ما جيت هنا، هرجع بيتي علشاني انا المرة دي، لان واضح ان الخطوة الجاية هي الاستغناء عني. انت ليه مش عايزة تفهميني؟ انا عايز نكون مع بعض، مش هسيبك يا دينا. يبقى تعرفني ايه غرضك من الرجوع لهنا؟ ماشي يا نادر. انا جاي لي عرض كويس في شركة احسن كتير من اللي بشتغل فيها. بس هو ده السبب؟ طب ليه ما بتقوليش؟ انا مش هكره لك الخير، بالعكس. وبيلف وشه الناحية التانية علشان يداري عيونه منها لانه مش هيقدر يقولها على السبب الحقيقي. اما مؤيد بيروح لبيت عمه وبيلاقي منى خارجة من المطبخ وقعد يضحك عليها لان شكلها كان مبهدل قوي. كتم ضحكته وقرب منها. مساء الفل يا ارنبتي. مساء النور. بقول لك ايه، اطلع غير اللي انت لابساه ده والبسي اشيك واجمل فستان عندك علشان اعمل لك مفاجأة. مفاجأة؟ هتخرجنا بره البيت؟ الجو برد يا مؤيد، خليها هنا. يلا بقى ما تبقيش رخمة، وانا اروح اغير هدوم وهرجع لك. وبيرجع مؤيد لبيته مرة تانية وبيغير اللبس بتاعه ولبس بدلة أنيقة جدا، وخرج من اوضته لقى قدامه حسناء اللي بتقوله ايش ايه الشياكة دي كلها؟ شياكة ايه بس؟ ايه انت الحلاوة دي؟ رايحة فين كده؟ رايحة فرح مع بسنت. عجبك فستاني؟ احلى من القمر، عقبال ما افرح بيك يا حسناء. عقبالك انت لما اشوفك احلى عريس في الدنيا. يا رب يا اختي، اصل صاحبتك منشة فريقي، اما الحق اروح لها بقى احسن تنهي كل حاجة وتنام، انت عارفاها بتنكمش في البرد. وبيفضلوا يضحكوا هما الاتنين، وحسناء بترجع تاني لأوضتها، بتفضل واقفة قدام المراية وهي بتعدل لبسها، والباب بيخبط عليها بتلاقيها بسنت. دخلت وقالت لها انت لسه ما خلصتيش؟ يلا يا حسناء هنتأخر، حتى شهاب الزفت لسه ما جاء. بس نتأخر ايه وبتاعي؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا بسنت؟ وبتفضل تبص على لبسها اللي متكون من قميص اخضر شبه قمصان الرجالة وبنطلون اسود. ماله لبسي؟ مش فاهمة. لا استحالة يا بسنت، انت استحالة تروح الفرح بالمنظر ده، واستحالة اصلا تظهر قدام شهاب النهاردة بالهيئة دي. في ايه يا حسناء؟ ماله شكلي؟ بص كده، ده منظر بنت بملامح رجيجة زي ملامحك، وده منظر شعر ده ولا عش العصافير؟ والله انا كده، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. بتبصلها حسناء بيأس وبتطلع فستان من عندها وبتقول لها انت هتلبسي ده؟ لا طبعا، انا استحالة البس حاجة زي كده، وانا قلت لك هتلبسيه يا بسنت، واحط لك ميك اب كمان، ولا تنزل دلوقتي لوحدك وانا مش هروح معاكي؟
حسناء بالله عليك انت عارفة انا ما بتحطش قدام الامر الواقع، وانا بحطك يا بوسي وبقولك يا هننزل سوا وانت لابسه الدرس ده، او تنزل لوحديك وانت لابسه لبس العجيب ده. وبتاخد حسناء منها اللبس وبتدخل تغير وبتخرج وهي لابساه. حسناء برضا ايوه كده، شفت الهيئه اختلفت ازاي. بتبص بسنت لنفسها وبتفضل تتفحص اللبس حلو ولا لا. وبيقطعهم رنة تليفونها وبيكون شهاب. ده شهاب بيتصل، خلاص بقى يلا ننزل علشان كده هنتأخر. وحسناء بتاخد التليفون من ايدها وبتقول ايوه يا شهاب احنا ربع ساعة بالظبط وهننزلك، ادخل اشرب حاجة واستنانا. قفلت تليفونها وخلت بسنت تقعد قدامها وبدأت تظبط شكلها. وبعد ما حسناء بتخلص بسنت تبص لنفسها في المراية وبتقول دي انا. حسناء بابتسامة شفت القمر اكتمل ازاي. قمر ايه بس، انت خليتيني شبه البلياتشو يا حسناء، انت بجد مجنونة وهتموتيني نقص عمر. مالك يا بسنت، انا ما تجلتش الميك اب خالص، انا حطالك روج وايلاينر بس. طيب ماشي يا حسناء يلا بقى لو خلصتي. استني يا بسنت فاضل الهيلز. لا بقول لك ايه، كله الا ده انا ما بعرفش امشي بيه اصلا. ماشي عادي يا بسنت، انت اللي لابساه يمشي على الفستان والشنطة برضو. وبينزلوا لتحت وكان شهاب قاعد بيشرب كوباية قهوة وبيبص لبسنت بصدمة وهو بيقول ايه ده؟ مين دي؟ صاحبتك يا حسناء؟ بسنت بدي نعم، انت هتهزر ولا ايه؟ مين بسنت؟ مش معقولة. لا انا يا خفيف، ويلا بقى احنا اتأخرنا كتير على الفاضي. بيبص شهاب لحسناء وهو بيقول لها ازاي دي بسنت دي؟ انا مش مصدق. بيوصلوا للحفلة كلهم مع بعض رازين بترحيب انا مبسوطة جدا انكم جيتوا. وبتعرفهم على باباها ومامتها وبتقول بابا ماما دول بسنت وشهاب معايا في المكتب، ودي حسناء صاحبتهم. والدتها بتوجه كلامها لبسنت رزان ملهاش سيرة غير عنك يا بسنت، دايما تحكي لها عنك. ابتسمت بسنت بخجل. رزان زي اختي يا طنط. اندمجوا في الحفلة وحاولت هي وشهاب اخراج حسناء من حالتها بكل الطرق اللي قدروا عليها. اما بسنت وهي بترقص بيقرب واحد منها وبيتكب العصير اللي في ايده على فستانها. الراجل انا اسف والله ما اقصدش. وبسنت كانت عايزة تهزقه لكن حست انه واحد محترم وقالت عادي ما حصلش حاجة. قربت منها رزان وقفت جنبيها وهي بتبص على فستانها واللي الراجل اللي كان من اهل العروسة. ورزان بتاخد بسنت لفوق علشان تغير لبسها، ورزان كانت بتجيب اللبس لبسنت وبسنت بتفضل مستنياها في اوضتها. بتبص قدامها بصدمة وبتلمح صورة متعلقة على الحيطة. بتقرب من الصورة وبترفع حواجبها بدهشة وهي بتسأل نفسها الصورة ديت بتعمل ايه في اوضة رزان. رزان بتفتح الباب وبتدخل عليها بلبس جديد. خدي يا بسنت واسفة بجد على اللي حصل. بسنت بصدمة وهي بتشاور على الصورة المتعلقة على الحيطة. مين دول؟ بصت رزان للصورة وقالت لها دول اخواتي. اخواتك؟ ازاي اخواتك؟ ازاي؟ بتبص لها رزان بتعجب من حالتها وبتبلع بسنت ريقها بتوتر وهي بتقول قصدي يعني هو انت عندك اخوات غير يزن؟ لا انا مش عارفة انتوا بتقولوا عليهم ايه هنا في مصر، اللي هما تقريبا كده اخواتي في القانون وبيكونوا ولاد ماما فريدة. ما هي ما تبقاش مامتي الحقيقية، هي مرات بابا ومامة يزن اخويا، لكن دول اولادها من حد تاني. بس انت فجأة بتحس بدوخة وكانت هتقع من طولها ورزان بتقول لها يلا بقى خدي بدلي هدومك عشان ننزل. بسنت معلش يا رزان انا مضطر امشي، حاسه اني تعبانه. ومن غير ما بسنت تسمع ردها بتنزل لتحت على طول. شهاب بلهفة ما غيرتيش فستانك ليه يا بسنت؟ وشهاب بيلاحظ ان وشها ابتدى يصفر. مالك يا بسنت؟ انت كويسة؟ دخت شوية، ممكن نمشي؟ اكيد يلا بينا. بيخرجوا من الحفلة وهي سرحانة طول الطريق واختارت انها تقعد ورا لوحدها وفضلت ساكتة طول الطريق. وفي صباح يوم جديد بيدخل شهاب عليها المكتب وبيقول لها انا عايز اعرف كان مالك امبارح يا بسنت؟ انت رحت مع رزان تغير هدومك ورجعت بشكل تاني خالص. بتقف من مكانها وبتحكي له على اللي شافته وعلى اللي حصل. انا مش فاهم حاجة، ومين دول اللي كانوا في الصورة؟ بتجاوب عليه بتردد اللي كانوا في الصورة دول يبقوا حسناء ومؤيد وهم صغيرين يا شهاب. اما في اوضة منى بتصحى من نومها وبتبص جنبيها بتلاقي مؤيد نايم وبتزعق من كتر الخضة. مؤيد في ايه؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ منك لله يا شيخة فزعتيني. انا اخر حاجة فاكراها اني نمت في العربية وبعدها مش فاكرة اي حاجة. ما هو لازم ما تبقيش فاكرة حاجة لانك نمت مني يا منى. حاولت اصحيكي كتير معرفتش فاضطريت اشيلك واجيبك لحد هنا. وايه اللي نايمك جنبي؟ كنت شابكة فيا زي العنكبوت مش عايزة تسيبيني. طيب خلاص يلا عشان ننزل نفطر.
وبعدها بتبص لمؤيد بصدمة وبتقول: بابا، يا لهوي يا مؤيد، ازاي هننزل قدام بابا؟ هيعرف انك كنت نايم هنا معايا. بابا يعرف انك هنا يا مؤيد. بابا يعرف انك هنا. يخرب بيت جنين ابوكي، ايوه يعرف، هو اللي فتح لي الباب اصلا امبارح، واكيد شايف عربيه واقفه بره. وبينزلوا لتحت، ومؤيد بيلاقي عمه قاعد لوحده وهو سرحان جدا وحاطط ايده على خده. مالك يا عمي؟ ابوك يا ابني ناوي يضيعني كلياتنا. ايه يا عمي، ايه اللي حصل؟ فهمني. بيقوموا الاتنين يقعدوا في أوضة المكتب، وعمه بيحط قدامه ملف من الملفات، ومؤيد بيبص بصدمة وهو بيقول: ازاي يوافق على شروط زي دي؟ الصفقه دي خسرانه وكل حاجه هتضيع. ايوه يا ولدي، هو ده اللي بحاول افهمهوله، بس هو عايز ينقذ نفسه باي شكل، وللاسف هيغرقنا كلنا. أما في المكتب عند شهاب وبسنت، شهاب بيقول: طب انت ناوية على ايه؟ مش عارفة يا شهاب، أقول ولا أسكت كأني ما شفتش حاجة. انا من رأيي ان حسناء لازم تعرف. انت مش فاهم يا شهاب، حسناء بتكره مامتها قوي وهي ما تعرفهاش أصلا. أنا اتكلمت معاها كتير جو قبل كده، وكان كل كلامها عن قد ايه هي بتكرهها عشان سابتها تواجه جساوة صالح زهران لوحديها وهربت مع راجل تاني. انا لو قلت لحسناء مش هيفرق معاها، بالعكس ده ممكن تروح تقول لها الكلام ده في وشها كمان. خلاص يبقى كأنك ما شفتيش حاجة وتشيل الموضوع ده من دماغك. ايوه فعلا عندك حق. اما رزان بترجع للبيت وهي غضبانة جدا وحيرانة مش عارفة تعمل ايه. راحت الشغل علشان تطمن على بسنت وتسأل عليها، وكانت عايزة تفهم هي ليه سابت الحفلة امبارح ومشت من غير أي مبرر، لكنها اتفاجئت لما سمعت الكلام ديت عن الست اللي ربتها. قالت بحزن: ازاي اسمع بودني الكلام ديت عن الست اللي ربتني واسكت وما ادخلش ابرر موقفها؟ ازاي؟ غبية يا روزين، غبية. وكانت لسه طالعة من الأوضة لكن أخوها بيقابلها. روزين بقولك ايه، عايز اجيب هدية لتميمة بمناسبة الخطوبة وكده، بس تكون مش مألوفة يعني، وحاجة تبهرها. مش وقته يا يازن، أنا عندي مشوار مهم. انا مش هاخد منك وقت. قلت مش وقته. مشت رزان وهي مش ملاحظة صدمته، لأنها أول مرة تزعق فيه واتكلموا بنبرة الغضب دي. ووصلت لبيت بسنت وفتح والدها الباب، بصلها بتساؤل وهمست وقالت: مساء الخير، بسنت موجودة يا عمو؟ ايوه يا بنتي اتفضلي. وبيقعدها في أوضة الجلوس، وبيطلع والد بسنت لأوضتها. في حاجة يا بابا؟ ايوه يا حبيبتي، في بنت بره عايزاكي. مين دي يعني؟ بتطلع لبره على طول وبتلاقيها رزان. اهلا يا رزان. انا اسفه يا بسنت اني جيتلك من غير ميعاد. ما تقوليش كده يا رزان، البيت بيتك. بص يا بسنت، انا مش هلف وادور عليكي، انا سمعت كلامك مع شاب في مكتبك. بصت لها بسنت بتوتر، ورزان كملت كلام وقالت: بسنت، ماما فريدة ما سابتش ولادها بإرادتها زي ما قلتي كده، أو زي ما حسناء قالت. بالعكس، كانت مستعدة تعيش معاهم خدامة، بس جوزها طردها، هددها بالقتل لو حاولت تقرب من ولادها. وواضح من كلامك انه اتهمها كمان في شرفها عشان يكرههم فيها اكتر. انا ماما حكيت لي كل حاجة عنهم، الوحيدة اللي كانت واقفة جنبها تبقى مرات اخوه. قطعتها بسنت وهي بتسأل: طنط سارة؟ ايوه هي دي، هي اللي كانت بتتواصل معاها وتبعت لها صور مؤيد وحسناء، وكانت بتحكي لها عن ظروفهم، وكانت دايما بتقول لها ان هما لما يكبروا شوية ويفهموا هتحكي لهم الحقيقة، بس للأسف اتوفت قبل ما تقول لهم اي حاجة. بصت لها بسنت وقالت لها بحزن: مبرراتك ليا ملهاش اي معنى يا رزان، حسناء ومؤيد هما اللي محتاجين التبرير ده، وخصوصا حسناء. وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا رزان هتتصرف ازاي ولا هتبقى سبب في صلة رحم من تاني، استنونا للحلقات الجاية. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.